الرزق أحبابي، أتعلمون أن أعظم ما يعطيك الله من الرزق يعطيك الأخلاق، يعطيك الأبناء، يعطيك الزوجة الصالحة. حتى ولو كنت فقيرا فقد يعطيك أغلى من المال، وقد يعطيك المال ويسلب منك الآخر. الرجل الذي لا ينجب له وعنده عمارة، لو ضمن أن الله سيعطيه ببيع العمارة صدقة أو هبة يعطيه ولد، تنازل عن العمارة كلها وهي ولد. طيب كم واحد عندك من أبنائك تجلدهم صباح مساء؟ أما حمدت الله عليهم؟ وكم واحد يتمنى الزوجة الصالحة، زوجتك هذه قرة عينك، وأنت كل ما رأيتها تقول ربنا اكشف عنا العذاب، وهي تقول ربنا اكشف عنا العذاب، مع أنها من نعيمك المعجل، لكن ما حمدت الله على أنها رزق، هي رزق. فكم من ذو مال فقير في خلقه، وكم من فقير غني بأخلاقه. إيش رأيك يا أخي؟ تريد غنى المال مع فقر الأخلاق، أم غنى الأخلاق مع فقر المال؟ بلا شك أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. ويا حبذا الجنة، يا حبذا أن تجتمع، لكن إن لم تجتمع فمن التوكل على الله بعد بذل السبب أن تطمئن على أن المسبب سبحانه شاء وقدر لك الخير.